السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيه ليصلكم كل جديد، فضلا وليس أمرا. ربيع مشكان أستاذ بولاية خنشلة، عملاق من عمالقة الأدب العربي وقطب من أقطاب العلم الجزائري، أصيب بوعكة صحية شديدة في أواخر شهر نوفمبر الفارط. نقل على إثرها إلى المستشفى، أين قضى حوالي أسبوعين، وانتقل إلى رحمة الله يوم 10 من ديسمبر الجاري. الأستاذ الربيع ربما لم يسمع البعض ولم تهج مواقع التواصل الاجتماعي بخبر وفاة هذا الأستاذ الذي كرس حياته في العطاء، لأنه لم يكن مشهورا مثلما تشتهر الأشياء في عالمنا اليوم، فلم يحصل على نصيب كبير من الانتشار الذي يحصل عليه من لا قيمة لهم اليوم، ذلك لأن أستاذنا النبيل هذا عاش في هدوء شديد مثلما رحل في هدوء أشد، رغم أنه الأجدر بالشهرة في حياته، لأنه كان رجلا قام من قامات الأدب العربي ومربيا للأجيال. المهم يشهد عليه الجميع، وخاصة من تعلموا ودرسوا على يده ومن يعرفونه بولاية خشلة، أنه كان رجلا نبيلا ومدرسا الذي كان له بصمة في رسخ دروس الأدب العربي في مختلف المستويات الدراسية، فهو من أهم الأساتذة الذي عرفه قطاع التربية في ولاية خنشلة، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. إن لله وإنا إليه راجعون.